السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. حضرنا مع بعض في القناة وصفات كتير، كلها بفضل الله ناجحة ومن أول مرة، وده لأننا بنقول كل التفاصيل والتكات وكل المقادير بالكوباية وبالجرام. وصفات حلويات وكمان معجنات بفضل الله هتعمليها وهتكون معاكي مظبوطة مليون المية. والنهاردة بإذن الله هنحضر مع بعض أحلى وأجمل كيكة ممكن تعمليها في حياتك. هنعمل كيكة من أسرع وأسهل الكيكات اللي ممكن تعمليها، هشة خفيفة لكل عشاق البرتقال. أنا بهديهم الكيكة دي، كيكة الشركات بصوص البرتقال السريع، وكمان هنحضرها بدون حليب. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي بسرعة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما ننساش اللايك ونشير الفيديو لكل حبايبنا عشان الكل يستفاد، وما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم. أول حاجة هنسمي بسم الله، ومعانا كده برتقانية هنحضر بيها الوصفة بتاعتنا. يعني مجرد برتقانية كده بحجم متوسط، وهنحضر بيها كل كمية الكيك اللي شفتوها معايا في بداية الفيديو. أول حاجة طبعا هنغسل البرتقان كويس جدا، وبعد كده هنقطع الجزء اللي بيبقى فيه من فوق ومن تحت، وبعد كده بقشر البرتقانة، وانا بأكد بقشرها هنقطعها كده 4 تربع، وبعد كده هنقطع كل ربع لجزئين. وبعد كده هنشوف عملنا ايه، قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفيش اسرع من كده. بعد كده هنحضر معايا الخلاط، وكله في شفشق الخلاط هنزل كده بالبرتقانية بقشرها. وما تخافيش القشر مش هيمرر، ولا كمان الطبقة اللي بتبقى بيضة من تحت القشر مش هتسبب اي مرارة ولا هتزعجك تماما. كمان نزلت عليه ب4 بيضات وكيس فانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، وكمان نزلنا بكوباية ونص من السكر الحبيبات، وكمان نزلنا عليهم بكوباية زائد معلقتين كبار من الزيت. ان شاء الله هسيبلك المقادير بالكوباية وبالجرام في صندوق الوصف. حطينا كده كل المقادير على بعضها، ودي من اسهل الطرق اللي ممكن تحضري بيها الكيكة بتاعتنا النهاردة. وضربناها كمان في شفشق الخلاط لحد كده ما البرتقانية دابت تماما واختفت تماما. وبعد كده هنزل بالمكونات بتاعتي دي كلها في طبق عميق، وهبتدي ان انا اضيف المقادير الجافة. عندي هنا 300 جرام من الدقيق طبعا منخول قبل كده، وعليهم نص معلقة ملح ما يعادل 4 جرام، وكمان باكت من الكيك شيف. وبعد كده هنقلب المقادير كلها مع بعض، وهقولك كمان ايه سر التشقق اللي موجود في الكيك اللي شفناه في بداية الفيديو. وهقولك لو مش حابة ان الكيك بتاعك يكون فيه نسبة التشققات دي هقولك تعملي ايه. هنا قلبنا كل المقادير مع بعضها وخلطناها كويس جدا لحد الدقيق كده ما اختلط بالسوائل، وما بقاش عندنا اي نسبة تكتلات من الدقيق. هعملها بقى النهاردة في كبات كده، كل واحد ياخد له كب، ويبقى بالهنا والشفا. دهنا كده الكبات بتاعتنا بدهنة خفيفة من الزيت عشان الكيك بتاعنا يطلع معانا بكل سهولة. هندهنه كده، وبعد كده هنبتدي ان احنا نصب الخليط. فاثناء واحنا بنصب الخليط بيكون الفرن بتاعنا ابتدينا ان احنا بنشغله على درجة حرارة 170 من فوق ومن تحت. ولو الفرن بيشتغل معاكي من تحت لوحده هتشغليه، واول ما الحواف او الجوانب بتاعة الكيك تبتدي ان هي تاخد لون ذهبي بتشغلي الشواية على الهادي لحد ما بتاخد لون. وطبعا بنختبرها بخلة كده من خلة الشيش طاووق، ولما بتطلع معانا كده نضيفة وما فيهاش اي مكونات من مكونات الكيك بنطفي عليها. وطبعا بتقعد معانا حوالي 30 دقيقة، وده طبعا على حسب قوة الفرن بتاعك. خلاص سخنا الفرن كده وهندخل الكيك بتاعنا في الفرن. طيب نيجي للسؤال بقى المهم، بس الأول هوريكم كده. طبعا احنا عملنا كمية من الكبات وكمان الكب اللي هو مستطيل ده. طيب ايه سبب التشققات اللي بتبقى موجودة في الكيك؟ ده على حسب قوام الكيك. لو انت حابة ان ما تلاقيش اي تشققات فيها بتقللي كمية الدقيق اللي احنا حطيناها اللي هم 300 جرام، يعني كوباية ونص بمج الشاي العادي، بتشيلي منهم معلقتين كبار ما يعادل 20 جرام عشان القوام يخف وما تلاقيش التشققات دي. بس بصراحة هي كان شكلها كيوت وجميل جدا يا بنات. هنا بقى حضرنا كده
صوص البرتقال السريع. مكوناته بسيطة جدا وإن شاء الله هعمله معاكم على القناة، بس ما حبيتش إن أنا أطول الفيديو أكتر من كده. هنا كده حضرنا الصوص، هو عبارة عن معلقتين من السكر البودر وربع كوباية من عصير البرتقال وعليهم باكت من فانيليا البرتقال، ونقلبهم كويس جدا. وبعد كده بنضيفهم على الكيك بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو حابة ان انت تستبعدي خطوة الصوص او صوص البرتقال السريع مفيش اي مشكلة. بصراحة الكيك طعمها وهمي وهتقلب الدنيا حرفيا. شايفة قد ايه هشة وخفيفة وجميلة؟ ما شاء الله اللهم بارك. اعمليها وهتعتمدي الوصفة. لو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش اللايك وسبسكرايب لقناتي لو لسه مش مشتركة في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.